السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا بكم. النهارده إن شاء الله هنبدأ في الوحدة الثانية، خليك معايا، عايزك متحمس طول الوقت. إن شاء الله النهارده هنبدأ في الدرس الثاني في الدرس الأولاني في الوحدة الثانية، وصورنا أول 3 دروس، لو ما شفتهمش روح شوفهم، هينزل لك مراجعة للوحدة الأولى كاملة، كل ده مجانا على قناة اليوتيوب، مش مطلوب منك غير إن أنت تشترك وتتابع معايا، ويلا بينا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الوحده الثانيه، واول درس عندي اسمه المرايه. والمرايه يا مستر هي حاجه احنا بنتعامل معاها طول اليوم، زي وانا نازل بظبط اللبس، بظبط حاجتي وانا نازل في المرايه. طب يا مستر المرايه دي بتعمل ايه؟ قال لي والله يا مستر احنا هنتكلم الاول عن الضوء. والضوء ده هو بيعمل لي تكون الاجسام المحيطه في الميه بسبب انعكاس الضوء، واحنا درسنا انعكاس الضوء في ثانيه اعدادي. طيب يبقى يا مستر الضوء بيعمل لي انعكاس للحاجه اللي موجوده في الميه او في الاجسام المحيطه. طب نبدا باول حاجه وهي انعكاس الضوء. يعني ايه انعكاس ضوء؟ انعكاس الضوء هو ارتداد الاشعه الضوئيه عند سقوطها على سطح عاكس. يبقى ارتداد الاشعه الضوئيه لما تسقط على سطح عاكس. بص يا شباب، ده اسمه شعاع ضوئي ساقط. اسمه ايه؟ شعاع ضوئي ساقط. واللي خارج ده اسمه شعاع ضوئي منعكس. ولما انعكس امتى؟ لما نزل على السطح العاكس. يبقى ده شعاع ضوئي ساقط وده شعاع ضوئي منعكس. وبنعمل احنا حاجه اسمها عمود مقام، والعمود المقام ده هو عمود وهمي مش موجود اصلا، احنا اللي بنرسمه على الرسم. طب يبقى انا عندي شعاع ضوئي ساقط وشعاع ضوئي منعكس، وما بينهم بنرسم حاجه اسمها العمود المقام. بيبقى في زاويه هنا وزاويه هنا. الزاويه اللي ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام اسمها زاويه السقوط. والزاويه اللي ما بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام اسمها زاويه الانعكاس. يبقى انا عندي زاويه السقوط وزاويه الانعكاس. طب ايه هو الشعاع الضوئي الساقط؟ هو الشعاع اللي بيسقط من مصدر ضوئي. يبقى ايه هو الشعاع الضوئي الساقط؟ هو الشعاع اللي بيسقط من مصدر ضوئي على سطح عاكس ويلامسه عند نقطة اسمها نقطة السقوط. طب ايه هو الشعاع الضوئي المنعكس؟ هو الشعاع الضوئي الذي يرتد عند ملامسة سطح العاكس. يبقى الشعاع الضوئي الساقط هو شعاع ضوئي ساقط من مصدر ضوئي على السطح العاكس عند نقطة السقوط. طب والمنعكس هو الشعاع الضوئي اللي بيرتد عن السطح العاكس ويلامسه عند برضه نقطة السقوط. طيب نيجي نعرف يعني ايه زاوية السقوط. زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة اللي محصورة بين ايه السقوط؟ بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. يبقى زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس. طب وزاوية الانعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام. خلاص كده؟ يبقى احنا كده بدأنا في حالة انعكاس الضوء ونكمل. ايه معنى ان زاويه سقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس 40؟ يعني ايه زاويه السقوط بتساوي 40؟ يعني الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام بتساوي 40 درجه. زاويه انعكاس شعاع ضوئي عن سطح عاكس 35. يعني ايه؟ يعني الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام اسمها زاويه الانعكاس وبتساوي 35. ده مثلا. طيب في قانونين الانعكاس احنا درسناهم في سنه ثانيه. ايه هو؟ اول قانون بيقول لي زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. يبقى زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. يبقى لو زاويه السقوط مثلا ب 20 زاويه الانعكاس ب 20 وهكذا. طب ايه كمان؟ قال لي يا مستر في قانون كمان بيقول لي ان الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطه السقوط يقعوا جميعا على مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. هنفهم يعني ايه دلوقتي. تعال نبدأ يا مستر. ان القانون الاول بيقول لي ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. طب القانون الثاني بيقول ايه؟ بيقول ان الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس كلهم بيقعوا على مستوى واحد عمودي. يعني الحته دي كده 90 ودي كده 90. خلاص كده؟ يبقى الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط، دي اسمها نقطة السقوط زي ما اتفقنا، كلهم
بيقع على مستوى واحد عمودي، بيقع على مستوى واحد ايه؟ عمودي. طيب نيجي يحصل ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي عموديا؟ شعاع ضوئي سقط كده، يحصل له ايه؟ ينعكس على نفسه. ليه؟ لأن زاوية السقوط بتاعته بصفر. طب وزاوية الانعكاس؟ ما زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، زاوية السقوط بصفر يبقى الانعكاس بصفر. خلاص؟ ركز معايا. طيب ايه معنى ان زاوية سقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس تساوي صفر؟ معنى ايه ان زاوية السقوط بتساوي صفر؟ قال لي زاوية السقوط بتساوي صفر اي ان الشعاع الضوئي سقط عموديا. يبقى امتى زاوية السقوط تساوي صفر؟ لما الشعاع يسقط عموديا كده، زاوية السقوط بصفر وزاوية الانعكاس بصفر، يبقى ينعكس على نفسه. يبقى اللي قلناه من اول الحصة بطريقة مبسطة كده خالص، ان الانعكاس هو ارتداد الاشعة الضوئية عند سقوطها على سطح عاكس. في شعاع ضوئي ساقط وبيطلع منه شعاع ضوئي منعكس، واحنا بنرسم عمود مقام. الزاوية اللي ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام اسمها زاوية السقوط، والزاوية اللي ما بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام اسمها زاوية الانعكاس. في قانونين للانعكاس، المفروض الكلام ده كله خدناه في سنة تانية. القانون الأول بيقول لي الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس، الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام يقعوا جميعا في مستوى واحد عمودي، ده القانون الثاني. طب والأول زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. يلا بينا. بيقول لي في الشكل المقابل سقط شعاع ضوئي على مرآة ألف ثم انعكس على المرآة ب، احسب كل من زاوية الانعكاس عن المرآة ألف. لو بصينا على السؤال ده يا مستر هنلاقيه مديني زاوية السقوط اللي هنا ب 30، ادي المراية اهي، وادي زاوية السقوط، وادي زاوية، وادي العمود المقام. يبقى ده الشعاع الساقط وده الشعاع المنعكس وده العمود المقام. السقوط ب 30 يبقى الانعكاس ب 30. دي أول حاجة، لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، ودي يا مستر اسمه القانون الأول للانعكاس. طيب يبقى يا مستر نيجي هنا زاوية السقوط ب 30 يبقى زاوية الانعكاس ب 30 على طول أهو. طيب عايز زاوية السقوط على المرآة ب، السقوط على المرآة ب، واحدة واحدة. قال لي والله إن الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والمرآة بتساوي، مش دي 30 يا مستر؟ يبقى دي بتساوي 60. ليه؟ لأن إحنا قلنا دي كلها ب 90، 90 ناقص 30 بيساوي 60. حلو جميل. طب نكمل. قال لي مجموع زوايا المثلث كلها 180. عايز الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والمرآة ب اللي هي دي. هننقص 180 ناقص 90 زائد 60 زائد 90 هيدينا 30، يبقى الزاوية دي ب 30. لما تكون الزاوية دي ب 30 ودي كلها ب 90 يبقى دي ب 60 ودي ب 60 ودي ب 30. خلاص؟ يبقى يا مستر ادي الرسم وادي العمود المقام. لو دي ب 30 دي زاوية السقوط اهي، ودي زاوية الانعكاس. لو دي ب 30 يبقى دي ب 30. طب لو دي ب 30 يبقى دي ب 60. ليه؟ لأن دي كلها بتساوي 90 ودي كلها بتساوي 90، دي ب 30 يبقى دي ب 60. خلاص كده؟ سهل؟ حلو. نخش بقى في الشغل اللي بجد. نمسك بقى المرايا. احنا عندنا مستر نوعين من المرايا، مراية مستوية ومراية كرية أو كروية. المستوية دي هي المراية اللي أنت بتشوف فيها وشك كل يوم وبتقف قدامها. المراية دي يا مستر الصورة اللي بتتكون منها بتكون معتدلة، لأن أنا لما ببص في المراية مبقاش مقلوب، صح؟ ببقى زي ما أنا. بتكون معتدلة مساوية للجسم قد جسمي بالظبط، بس بتكون معكوسة الوضع. بتكون معكوسة الوضع. لو أنا كتبت أي ورقة وحطيتها في المراية وبصيت على المراية هشوف الورقة دي معكوسة. طب إيه كمان؟ قال إن الصورة دي يا مستر تقديرية. تقديرية يعني خيالية، تخيلية يعني. يبقى أنواع المراية مراية مستوية ومراية كرية. نبدأ بالمراية المستوية. لما بحط أي جسم أمام مرآة مستوية بتتكون له صورة. ليه؟ بسبب انعكاس الضوء. يبقى الصورة اللي بتتكون في المراية ليك بسبب انعكاس الضوء، بسبب انعكاس الضوء. طيب نتيجة انعكاس الأشعة الضوئية الصادرة منه. عشان أعرف خواص الصورة هنعمل تجربة. هنجيب مراية وبطاقة مكتوب عليها كلمة ضوء.
هنلاقي ان كلمه ضوء يا مستر طالعه معتدله مساويه للجسم بس معكوسه الوضع، الكلمه مقلوبه اهو زي في الصوره كده. يبقى الصوره اللي بتتكون في المرايه المستويه معتدله مساويه للجسم معكوسه الوضع وتقديريه. بعد الصوره عن سطح المرآه يساوي بعد الجسم عن سطح المرآه يساوي بعد الصوره عن سطح المرآه. يعني لو انا واقف قدام المرايه بيني وبين المرايه متر، الصوره اللي هتتكون هيبقى بينها وبين المرايه متر. يبقى لو انا واقف بيني وبين المرايه متر، الصوره بتاعتي هيبقى بينها وبين المرايه متر. طب بين انا والصوره 2 متر، متر بيني وبين المرايه ومتر ما بين الصوره والمرايه، يبقى بيني وبين الصوره 2 متر. تمام؟ تعالوا نفهم. وهي الصوره التقديريه؟ هي صوره لا يمكن استقبالها على حائل. ليه لا يمكن استقبال الصور المتكونه من المرآة المستويه على حائل؟ ليه ما اقدرش استقبلها على حائل؟ هيقول لي لان الصوره التقديريه تتكون خلف المرآة، ودي بتتكون من تلاقي امتدادات الاشعه الضوئيه المنعكسه. يعني الانعكاس بتاع الصوره اصلا بيطلع كده. طب صورتي انا بتتكون من ايه؟ من تلاقي امتدادات الاشعه. يعني تعالى كده نجيب متولي اهو، متولي معوق شويه معلش، ونحطه قدام مرايه. الصوره بتاعت متولي الضوء هيعدي كده من متولي هينعكس كده. حلو، الضوء هيعدي كده هينعكس كده. حلو جميل. الصوره بتتكون ازاي؟ قال من امتدادات الاشعه كده. تتكون هنا الصوره بتبقى في نفس البعد اللي واقف فيه مين؟ متولي. خلاص؟ يبقى يا مستر ليه الصوره لا يمكن استقبالها على حائل او صوره تقديريه؟ اقول له لان الصوره تتكون خلف المرآة من تلاقي امتدادات الاشعه الضوئيه المنعكسه. طيب ليه لو بصيت على اي عربيه اسعاف وانت ماشي، ربنا يعافينا يا رب منهم، هتبص هتلاقي كلمه اسعاف مكتوبه بالعكس؟ طب ليه؟ هل هم مثلا نسيوا ولا عملوا كده ليه؟ اقول لك انا، لما كنت سيادتك سايق العربيه وتبص على المرايه اللي قدامك، المرايه اللي قدام العربيه دي مرايه مستويه عاديه خالص. المرايه دي عشان اجي اشوف اللي ورايا. طب لو كلمه اسعاف مكتوبه بالمعدول انا اشوفها مقلوبه. طب لو كلمه اسعاف مكتوبه بالمقلوب جدع احنا هنشوفها معدوله. فعشان كده هنقدر نوسع للاسعاف او نقدر نقرا الكلمه فنعرف ان ورانا اسعاف فنوسع. طبعا انت ما بتوسعش، مش حد بيوسع في البلد دي. طيب يبقى تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارة الإسعاف. ليه؟ عشان الصورة بتاعتها تكون معكوسة، لما أنا أكتبها مقلوبة تبان لي معدولة، أشوفها معدولة. طيب أهو كلمة إسعاف مكتوبة بالمقلوب، هبص عليها في المراية هلاقيها إيه؟ اتعدلت. جربها في البيت. مين اللي هيراها؟ قائد السيارات فيسرعوا بإخلاء الطريق، وطبعا ده ما بيحصلش. طيب تعالى بقى نشوف شادي وقف على بعد 2 متر من مراية مستوى. خلاص؟ شادي ده راجل فاضي وقف قدام المراية على بعد ايه؟ 2 متر. اتكونت ليه صورة على بعد كام؟ برضه 2 متر. يبقى شادي كان واقف على بعد 2 متر. احسب صورة شادي والمرآة، المسافة ما بين صورة شادي والمرآة. ادي شادي. ماشي. ادي شادي. عمك شادي ده وقف قدام المراية. المسافة قد ايه؟ 2 متر. الصورة بتاعته هتتكون الناحية التانية برضه هتبقى المسافة كام؟ 2 متر. يبقى المسافة بين شادي والمراية 2 متر. المسافة ما بين الصورة والمراية برضه 2 متر. طيب السؤال التاني بيقول لي ايه؟ إذا تحرك شادي نص متر. شادي كان واقف على بعد 2 راح متحرك نص. حلو، يبقى هو بقى واقف على بعد جدع 1.5. فكم تصبح المسافة بين شادي وصورته؟ بس لازم اعرف هو اتحرك ناحية المراية ولا بعيد عن المراية، لأن لو بعيد عن المراية هيبقى المسافة 2.5. طب لو قربت من المراية يبقى المسافة 1.5. حلو، لأن هو كان واقف على 2 مشي نص قدام المراية بقى 1.5. عايز المسافة بين شادي وصورته مش بين شادي والمراية. يبقى هو شادي هنا كان واقف على بعد 2 متر، اتحرك قدام سنة بسيطة بقى على بعد 1.5. الصورة بتاعته تتكون على بعد، الله ينور عليك، 1.5. يبقى المسافة ما بين شادي والمراية 3. خلاص؟ يبقى المسافة ما بين شادي والصورة 3، 1.5 هنا
وواحد ونص هنا، يبقى المسافه ما بين شادي والصوره ايه؟ 3 متر اهو. يبقى المسافه ما بين شادي والمرايه كان 2، اتحرك نص بقى 1 ونص. المسافه ما بين شادي والمرايه 1 ونص، والصوره هتتكون على بعد 1 ونص، 1 ونص و1 ونص يبقوا 3. يبقى المسافه ما بين شادي وصورته 3 متر. طيب عشان تكون المسافه بين شادي وصورته في المرايه 1 متر، عايز ما بين شادي وصورته 1 متر، يعمل ايه؟ شادي المفروض يتنايل على عينه ويعمل ايه؟ ادي زفت شادي، الله يخرب بيتك. ماشي، وادي المرايه وادي صورته. طيب عمك شادي ده كان واقف على بعد 2، عايز يبقى بينه وبين الصوره 1 بس. يبقى هنا يا مستر هيقف على بعد نص، وهنا هيقف على بعد نص، عشان يبقى ما بينه وما بين الصوره متر. يبقى شادي هيحتاج يتحرك قد ايه؟ هو واقف 2 متر، هيحتاج يتحرك قد ايه عشان يبقى نص بينه وبين المرايه؟ جدع، 1 ونص. سهله؟ سهله؟ حلو. نخش بقى على المرايه الكريه، وهي مرايه سطحها العاكس جزء من سطح كرة جوفاء. يبقى المرايه الكريه هي مرايه سطحها العاكس جزء من سطح كرة جوفاء. في عندي نوعين من المرايه، مرايه مقعره بتجمع الضوء، ومرايه محدبه بتفرق الضوء. مرايه مقعره بتجمع الضوء، ومرايه محدبه بتفرق الضوء. طيب المرايه المقعره، احنا قلنا ان المرايه الكريه هي مرايه جزء من كرة جوفاء. طيب لو سطحها الداخلي، مش دي كرة اهي، لو السطح الداخلي يبقى اسمها مرايه مقعره. طب لو السطح الخارجي يبقى اسمها مرايه محدبه. طيب دي يا مستر سطح ايه؟ داخلي. المرايه دايما لما بتترسم بنرسم لها ظهر كده، الظهر ده بيبقى عباره عن شرط عشان نعرف ان ده ظهر المرايه وده وشها، ده سطحها العكس اهو. ده الظهر اهو، ادي الكوره اهي، دي المرايه وده ظهرها اهو. ده اسمه السطح العاكس. السطح العاكس. لو السطح العاكس في الداخل يبقى مرايه مقعره هتجمع الضوء. لو السطح العاكس في الخارج هتبقى مرايه محدبه بتفرق الضوء. طيب ايه هي المرايه المقعره؟ هي مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي لكرة جوفاء. طب والمحدبه؟ مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي لكرة جوفاء. طيب علل المرايه المقعره بتسمى بالمرايه المجمعه او المرايه اللامه. ليه؟ قال لانها تجمع الاشعه الضوئيه في نقطه هنسميها بعد كده او هناخد اسمها البؤره، هناخدها دلوقتي. طيب ليه المرآة المحدبه مرآة مفرقه؟ لانها تفرق الاشعه الضوئيه الساقطه عليها او المتوازيه. طيب ادي يا مستر دي مرايه مقعره. راحت فين المرايه؟ اهي خلاص. وادي اشعه متوازيه سقطت عليها. ايه اللي بيحصل؟ قال المرايه دي تروح مجمعه الاشعه دي. دي اسمها مرايه مقعره. طب ليه؟ لانها جمعت الاشعه وهي جزء من السطح الخارجي للكون. طيب المرايه المقعره اهي، الضوء سقط كده متوازي اهو، زي ما سقط على الثانيه متوازي اهو. عمل ايه؟ دي بتفرق. خلاص؟ يبقى المقعره بتجمع الضوء والمحدبه بتفرق الضوء، وده اقرب مثال لينا وهي المعلقه. المعلقه من قدام مرايه مقعره، ومن ورا هنا مرايه محدبه. يبقى المعلقه من قدام مرايه مقعره، وانت قاعد بتاكل كده بص على المعلقه، هتلاقي المعلقه من قدام كده عامله زي المرايه المقعره، ومن الظهر عامله زي المرايه المحدبه. سلط عليها ضوء وانت هتشوف وهي بتفرق الضوء. طيب نبدا بقى بالمفاهيم المرتبطه بالمرايه الكريه. واحده واحده. يبقى احنا عندنا مستر مرايه مستويه ومرايه كريه. المرايه المستويه دي هي المرايه اللي انا بتعامل معاها في يومي كله. طب ايه يا مستر المرايه؟ الصوره بتاعتي بتبقى عامله ازاي؟ قال بتبقى معتدله. يبقى الصوره بتاعتي في المرايه بتبقى معتدله. طب بتبقى ايه كمان؟ مساويه للجسم. بتكون ايه كمان؟ معكوسه الوضع. حاجتي اللي انا بعملها بالمقلوب. طب ايه كمان؟ المرايه دي بتكون الصوره فيها تقديريه. يعني ايه تقديريه؟ بتتكون خلف المرايه من امتدادات الاشعه زي ما قلنا. طيب
بعد الجسم عن المرايه بيساوي بعد الصوره عن المرايه. يعني لو انا واقف بيني وبين المرايه متر، الصوره هتبقى بينها وبين المرايه متر، وبيني وبين الصوره 2 متر، بنجمع المسافتين. طيب المرآة الكرية هي مرآة جزء من كورة، في منها نوعين، مقعرة ومحدبة. المقعرة بتجمع الضوء وهي جزء من السطح الداخلي للكرة. المحدبة بتفرق الضوء وهي جزء من السطح الخارجي للكرة. طيب نيجي بقى يا مستر، في أي دايرة في الدنيا بيبقى في حاجة في النص كده اسمها مركز. في أي دايرة بيبقى في مركز للدايرة. مركز الدايرة ده هنسميه مركز تقور المرآة، لأن احنا كلنا هنتكلم عن المرآة الكرية أو المرآة الكروية، فهنسمي كل حاجة بأساميها. إيه هو مركز تقور المرآة؟ هو مركز الكرة اللي المراية جزء منه. مركز الكرة اللي المراية جزء منه. طيب نيجي عند قطب المرآة. ادي يا مستر دايرة، وادي دي مرآة مقعرة عشان هنعمل لها بقى الظهر. سطحها الداخلي او سطحها العاكس جزء من ايه؟ من السطح الداخلي للكرة. بنحط نقطة في نص المرآة بنسميها القطب. يبقى احنا بنحط نقطة في نص المراية بنسميها الايه؟ القطب. يبقى الميم دي مركز، والمركز هي مركز الكرة اللي المراية جزء منها. طب والقطب هي نقطة وهمية مش موجودة تتوسط السطح العاكس للمرآة، سواء مقعرة أو محدبة. يبقى نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمراية. طيب ما بين المركز والقطب بيحصل نصف القطر أو نصف قطر تقور المرآة، وبيكون المسافة ما بين المركز وأي نقطة على السطح العاكس. يبقى المسافة بين مركز التقور وأي نقطة على سطحها الإيه؟ العاكس. آدي دايرة وادي مركز، المسافة دي اسمها نصف القطر، دي اسمها نصف القطر، دي اسمها نصف القطر، وهكذا طول ما احنا شغالين بقى. خلاص؟ طيب نكمل. ما معنى أن مرآة كرية نصف قطر تقورها 10؟ أي أن المسافة بين مركز التقور وأي نقطة على سطحها العاكس تساوي 10، أو نصف قطر الكرة اللي المراية جزء منها بتساوي 10 سم. طيب يا مستر، نصف القطر ده المسافة بين المركز وأي نقطة على السطح، سواء بقى القطب أو أي نقطة على السطح العاكس. نخش على المحور الأصلي، والمراية دايما الكرية سواء مقعرة أو محدبة هنلاقي عندها محور أصلي إيه؟ واحد. طب ليه؟ إيه هو المحور الأصلي؟ قال المحور الأصلي هو المستقيم المار بمركز التقور والقطب. ادي دايره، المركز اهو والقطب اهو عشان ده سطحها العكس. المستقيم اللي هيمر بالمركز والقطب اسمه المحور الاصلي. اسمه ايه؟ المحور الاصلي. يبقى المستقيم اللي هيمر بالمركز والقطب بس اسمه المحور الاصلي. ودايما المرايه الكريه عندها محور اصلي واحد. ليه؟ لانها عندها مركز واحد وقطب واحد. طب المحور الثانوي قال لي هو المستقيم المار بمركز تقور المرآة واي نقطه على السطح زي نصف القطر، ما عدا طبعا القطب، لانه لو مر بالقطب يبقى محور اصلي، ما مرش يبقى محور ثانوي. علل للمرآة الكرية عدد لا نهائي من المحاور الثانوية. ليه؟ لأن أي خط مستقيم يمر بمركز التقور بس وأي نقطة على سطحه العاكس اسمه محور ثانوي، ما عدا طبعا القطب، لأنه لو مر بالمركز والقطب بقى اسمه محور أصلي خلاص. يبقى احنا عندنا محور أصلي واحد وعندنا عدد لا نهائي من المحاور الثانوية. طيب نيجي بقى للبؤرة. أنا عندي يا مستر بؤرة اسمها البؤرة الأصلية للمرآة. اي مرايه بتعكس الضوء بتعمل لي بؤره، البؤره دي اللي بتتجمع فيها الاشعه. طيب المرآه المقعره البؤره بتاعتها سهله اهي، اهي البؤره هي دي، وهي دي نقطه تجمع الاشعه. طب هي المحدبه بتجمع جدعه؟ لا. امال يا مستر هنجيب لها بؤره ازاي؟ قال لي هنعمل زي المرآه المستوي. ادي المرآه الكريه المحدبه وادي الشعاع انعكس اهو. ايه اللي يحصل؟ قال لي يا مستر بنعمل له احنا امتداد كده، وبنعمل له امتداد من هنا لغايه ما تلاقوا في نقطه وبنسميها بؤره، وبتبقى بؤره اصليه بس تقديريه جدع زي المرايه المستوي.
يبقى دي اسمها بؤرة أصلية حقيقية. إيه هي البؤرة؟ هي نقطة تجمع أو تلاقي الأشعة الضوئية المنعكسة أو امتداداتها، أهو دي الامتدادات، وتنشأ من سقوط الأشعة الضوئية المتوازية والموازية للمحور الأصلي للمرآة الكرية. طيب يبقى بؤرة المرآة المقعرة حقيقية، وبؤرة المرآة المحدبة تقديرية. بؤرة المرآة المقعرة حقيقية، وبؤرة المرآة المحدبة تقديرية. نيجي بقى بعد كده لحاجة اسمها البعد البؤري، وهي المسافة بين البؤرة والقطب، عشان كده اسمها البعد البؤري. يبقى اللي احنا قلناه كله من الأول بسرعة جدا وخليك معايا. مركز تقور المرآة، وده مركز الكرة اللي المرآة جزءا منه. بعد كده القطب، والقطب هي نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة. بعد كده اتكلمنا عن نصف القطر، هو المسافة بين المركز وأي نقطة على السطح العاكس. بعد كده اتكلمنا عن المحور الأصلي، وقلنا إن المحور الأصلي هو الخط المستقيم اللي بيمر بالمركز والقطب بس، وهو محور أصلي واحد. ليه؟ لأن المرآة عندها محور واحد ومركز واحد. طيب نيجي بعد كده نخش على محور الثانوي، وهو المسافة بين المركز أو أي خط مستقيم يمر بالمركز وأي نقطة ما عدا القطب. دي اسمها محور الثانوي، عدده لا نهائي من المحاور الثانوية. بعد كده خدنا البؤرة وقلنا إن في بؤرة أصلية حقيقية وبؤرة أصلية تقديرية. الحقيقية في المرآة المقعرة والتقديرية في المرآة المحدبة. نخش بقى على آخر حاجة، وهو البعد البؤري للمرآة، وهو المسافة ما بين البؤرة والقطب. المسافة دي اسمها البعد البؤري. طب والمسافة دي كلها اسمها نصف القطر. يبقى نصف القطر ضعف البعد البؤري. يبقى ما معنى أن البعد البؤري للمرآة المقعرة بيساوي 12 سم؟ أقول له أي أن المسافة بين البؤرة الأصلية وقطب المرآة بيساوي 12 سم. أدي يا مستر الرسمة النهائية. دي طبعا مرآة محدبة عشان جزء من السطح الخارجي، دي مرآة مقعرة عشان جزء من السطح الداخلي. خلاص؟ ده مركز التقور، وده محور ثانوي، وده محور أصلي عشان بيمر بالمركز والقطب. حلو. ده يا مستر بعد بؤري عشان البؤرة اهي، وده نصف قطر. طيب نكمل ونيجي للبؤرة الأصلية للمرآة المقعرة. البؤرة بتاعت المرآة المقعرة هي بؤرة حقيقية تنشأ من تلاقي الأشعة الضوئية المنعكسة. تقع فين؟ قالت تقع أمام السطح العاكس للمرآة. طيب البؤرة الأصلية للمرآة المحدبة قال لي هي بؤرة أصلية برضو بس تقديرية، وبتنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة. يبقى بتنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة، إنما دي بتنشأ من الأشعة الضوئية ذات نفسها، دي امتداداتها. القانون بيقول لي إيه؟ نصف القطر بيساوي ضعف البعد البؤري، يعني النق اللي هو نصف القطر بيساوي 2 في عين، عين دي اللي هي البعد البؤري وخدناها قبل كده عين بمعنى السرعة، ونفرق ما بينهم. مرآة مقعرة بعدها البؤري 8، يعني المسافة ما بين البؤرة والقطب 8. عايز المسافة ما بين القطب والمركز اللي هو نصف القطر. مش دي 8 و8 يبقى كلهم كام؟ 16 سم. طيب المرآة المقعرة قال تعيين موضع البؤرة الأصلية والبعد البؤري للمرآة المقعرة. ازاي اقدر اعين البؤرة فين والبعد البؤري للمرآة؟ هنجيب مراية وهنجيب حائل وهنجيب شريط قياس اللي هو المتر. هنحط المراية في مواجهة الشمس وهنحرك الحائل قربا وبعدا امام المرآة حتى تصل على اوضح نقطة مضيئة. هنقيس المسافة بين القطب والنقطة المضيئة اهو يا مستر، وهنجيب الحائل اهو وهنقعد نحركه. وبعد كده نقيس، هنلاقي ان الضوء الصادر من مصدر بعيد كالشمس يصل الينا في صورة أشعة متوازية. يبقى أشعة الشمس هي أشعة متوازية. أشعة الشمس هي أشعة متوازية. علل تستخدم المرآة المقعرة لتوريد الحرارة. ليه؟ قال لأن المرآة المقعرة دي بتجمع الأشعة الضوئية الساقطة عليها المتوازية من فين؟ من الشمس، وطبعا بتكون موازية للمحور الأصلي. يبقى الأشعة المتوازية دي اللي بتيجي من الشمس بتكون لما بتسقط على المراية بتبقى موازية للمحور الأصلي. إيه هو المحور الأصلي بقى؟ ها؟ جدع، هو المحور اللي بيمر بالمركز والقطب بس. حصل قبل كده إن كان في حرب وكان في واحد اسمه أرشميدس. الحرب كانت عن طريق البحر، وكان زمان المراكب كلها مصنوعة من الخشب،
ودلوقتي يعني معظم المراكب مصنوعه من الخشب. عمل ايه ارشميدس؟ جاب مرآة مقعره، وطبعا جاب مرآة مقعره كبيره، كم مراية مقعره كده وحطهم جنب بعض. المرآة المقعره الشمس لما سقطت عليها، المرآة المقعره عملت ايه؟ عكست الضوء وراحت مجمعاه في نقطه. لما عملت كده ووجهه ناحيه المراكب، المراكب اتحرقت وغرقت. وده اللي عمله مين؟ ارشميدس. ارشميدس طبعا دي اسطوره يونانيه. قال ايه؟ قال ان المرايه المقعره دي استخدمها كسلاح ضد الاسطول الروماني اللي غزا قريه اسمها صقليه او قلعه اسمها صقليه قبل الميلاد. وضع عده مرايات مقعره ضخمه في مواجهه اشعه الشمس. الاشعه المنعكسه اتجمعت كلها في نقطه واحده على اشرعه السفن، ومثلت البؤره بتاعتها اللي هي الاصليه الحقيقيه. تولدت حراره شديده ادت الى احتراقها وبالتالي غرق السفن. وده اللي عمله مين؟ ارشميدس. طبعا دي اسطوره، ممكن تبقى صح ممكن تبقى لا، بس في الحالتين هو ذكي يعني، يشكر اللي هو عمل كده. طيب يا مستر، الشعاع الضوئي اللي بيسقط لو سقط موازي للمحور الاصلي ينعكس مرا بالبؤره. لو سقط مرا بالبؤره ينعكس موازي للمحور الاصلي. خلاص؟ يبقى لو سقط موازي ينعكس مرا بالبؤره، سقط مرا بالبؤره ينعكس موازي. طب لو سقط للمركز قال ينعكس على نفسه لانه هيكون عمودي. طب ما تيجي نشوف. ادي يا مستر المرآة المقعرة اهي. حلو؟ والشعاع سقط موازي للمحور الاصلي. ادي المحور الاصلي، دي البؤرة ودي المركز. حلو. هيحصل له ايه؟ قال لي ينعكس مرا بالبؤرة. يبقى لو سقط موازي للمحور الاصلي ينعكس مرا بالبؤرة. طب لو سقط مرا بالبؤرة ينعكس موازي للمحور الاصلي. وده المحور الاصلي اهو، ودي المركز ودي البؤرة. يبقى لو سقط موازي للمحور الاصلي ينعكس مرا بالبؤرة. لو سقط مرا بالبؤرة ينعكس موازي للمحور الاصلي. طب لو سقط مرا بالمركز يحصل له ايه؟ لو سقط مرا بالمركز قال لي ينعكس على نفسه، لأن كل زاويتي السقوط والانعكاس هيساوي صفر ساعتها. طيب ما تيجي يا مستر نخلي الأشعة تسقط ونشوف الصورة اللي هتتكون عاملة ازاي، زي ما عملنا مع المرآة المستوية. هنجيب برجل ونرسم سطح كري يمثل المرآة المقعرة على أن يكون مركزها هو مركز تقور المرآة. خلاص؟ يبقى احنا هنجيب برجل عشان نرسم المرآة الايه؟ المقعرة. وبعد كده هنروح مظللين السطح اللي بره ده عشان نبين ان ده الظهر بتاعها. خلاص؟ وبعد كده هنيجي في نص المسافة بالظبط ونحط نقطة ونسميها القطب. نقيس بقى المراية دي قد ايه ونجيب نص بالظبط ونخليها. ممكن ترسمها بمنقلة او بالمسطرة اللي مع الكتاب اللي انت جايبه، الكتاب الخارجي. طيب هنظلل عشان نعرف ان ده السطح المعتم، وهنحط نقطة هنسميها الايه؟ القطب، ونقطة هنسميها المركز. حلو. نقطة نسميها القطب ونقطة نسميها المركز. طيب بعد كده تعالى نروح راسمين المحور الأصلي اللي بيمر بالمركز والقطب. يبقى أنا كده هرسم المراية المقعرة سواء ببرجل أو بالمنقلة، بالسطح الخارجي للمنقلة أو المسطرة اللي موجودة مع الكتاب الخارجي اللي أنت جبته، ده كتاب الامتحان يعني. طيب نرسم المرآة المقعرة. المرآة المقعرة يا مستر هنرسمها ازاي؟ قال لي بتبقى جزء من السطح الداخلي للكرة. حلو. بعد كده ارسم نقطة في نص الدايرة بالظبط او في نص المراية بالظبط واسميها القطب، واجي عند مركز الدايرة اللي انا رسمتها واروح راسم المركز وارسم خط مستقيم يمر بالمركز والقطب واسميه المحور الاصلي. كده انا رسمت المراية اللي انا عايزها. طيب بعد كده هقيس المسافة بين القطب والمركز قد ايه واجي في نصها واحط البؤرة. يبقى خطوات رسم المراية المقعرة ان انا ارسم المراية المقعرة او ارسم دايرة باستخدام برجل. ارسم الدايرة كلها وبعد كده امسح الحتة اللي انا مش عايزها، انا عايز بس المراية المقعرة اللي هتبقى عاملة كده الجزء الداخلي. وبعد كده برسم الظهر عشان ابين ان ده المعتم شرط كده على جنب. حلو. بعد كده قال لي نقيس المرايه قد ايه ونحط نقطه في نص المرايه ونسميها القطب. وبعد كده نحط نقطه في مركز الدايره. قبل ما نمسح الدايره نعمل المركز بتاعها. خلاص؟ المركز ده هتبقى الخرم اللي هو بتاع البرجل اللي انا رسمت بيه الدايره.
حلو، ده المركز جميل جدا. اوصل المركز بالقطب واسميه المحور الاصلي، وبعد كده ابتدي اقيس المسافه ما بين القطب والمركز، لقيتها مثلا 10، اجي عند 5 واحط نقطه ودي البؤره. وبعد كده احط الجسم في اي مكان بقى، قبل المركز، عند المركز، عند البؤره، في نص المركز والبؤره، اي حته احط سهم كده على اساس ان هو الجسم. طيب بعد كده يا مستر قال لي نحط الجسم، وبعد كده الجسم ده يسقط منه شعاعين، شعاع موازي للمحور الاصلي وشعاع مرم بالبؤره. الشعاع الموازي للمحور الاصلي ده هيحصل له ايه؟ هينعكس مرم بالبؤره. والشعاع المرم بالبؤره هينعكس موازي، والحته اللي هيتلاقوا فيها هي دي الصوره، هي دي الصوره بتاعت الجسم اللي هتظهر، الحته دي. خلاص؟ يبقى دي خطوات ازاي ارسم المرآة المقعره او المحدبه، الاثنين. المقعره هختار السطح الداخلي، والمحدبه هختار السطح الايه؟ الخارجي. خلاص؟ طيب. وبعد كده نرسم سهم عند الصوره اللي طلعت، ونبتدي بقى نعرف الصوره هتبقى عامله ازاي. نحدد موضع وخواص الصوره، وبعد كده نكرر العمليه. بعد كده نقعد بقى نقرب ونبعد الجسم مع تغيير موضع الجسم في كل صوره. طيب واحده واحده نيجي يا مستر. الصوره الحقيقيه هي صوره يمكن استقبالها على حائل، ودي اللي بتتكون من البؤره الحقيقيه. المواضع بتختلف وخواص الصوره بتختلف على حسب موضع الجسم. اولا لو انا واقف بعيد قوي الصوره بتاعتي هتبقى مصغره جدا. يبقى لو الجسم يا مستر بعيد جدا هلاقي على طول الصوره بتاعتي مصغره جدا. ودايما في المرآة المقعره عشان بتجمع الضوء فبؤره حقيقيه هتبقى الصوره حقيقيه. طب امتى يا مستر تبقى تقديريه؟ في المرآة المحدبه اللي هي بتفرق الضوء. وخلي بالك عشان هنفرق بين المرآة والعدسه ان شاء الله في الدرس اللي جاي. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب يا مستر الاشعه من مكان بعيد قوي. هيحصل ايه؟ الصوره اللي هتظهر هتبقى حقيقيه ومصغره جدا. ليه؟ لان الشخص واقف بعيد. طب هنقربه؟ يلا نقربه. هيبقى على بعد اكبر من المركز او ابعد من مركز التقور. يبقى على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري او بعد ابعد من مركز التقور. الجسم لما يقف على بعد بعيد عن مركز التقور هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ قال لي يا مستر هيسقط شعاع متوازي وشعاع مرم بالبؤره. المتوازي هينعكس مرم بالبؤره، واللي مرم بالبؤره هينعكس متوازي، وهيعملوا صوره هنا. الصوره هتطلع ما بين البؤره والمركز. يبقى لو عملنا جسم قبل المركز هيطلع لنا الصوره بين البؤره والمركز، بس الصوره هتبقى ايه؟ حقيقيه مصغره مقلوبه. يبقى لو الجسم بعيد قوي يعمل لنا صوره مصغره جدا بس حقيقيه. قربنا الجسم شويه الصوره هتبقى مصغره، مش مصغره جدا، وحقيقيه وهتبقى مقلوبه. طب لو قربنا الجسم قوي وقف على المركز الصوره هتكبر اكتر، هتبقى مساويه للجسم. تعال نشوف كده. الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، يعني عند المركز. الجسم لو عند المركز هيسقط منه شعاع موازي ينعكس مرم بالبؤره، ويسقط منه شعاع مرم بالبؤره يسقط عليه موازي. هيجي الجسم فين؟ هتظهر الصوره تحت المركز بالظبط. يبقى انا لو حطيت الجسم عند المركز الصوره برضه هتظهر عند المركز. هتبقى حقيقيه، وعشان قربنا الجسم هتبقى مساويه للجسم وهتبقى برضه مقلوبه. يبقى حقيقيه ومساويه للجسم ومقلوبه. طيب قربنا الصوره اكتر بقت بين المركز والبؤره. خلاص؟ يبقى احنا بعدنا الصوره قوي، وبعد كده قربناها بقت اكبر من المركز شويه، ابعد من المركز شويه، بعد كده عند المركز، وبعد كده بين البؤره والمركز. طيب بين البؤره والمركز قال لي يا مستر هنحط الجسم على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من نصف التقور. الصوره هتكون على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري او اكبر من المركز. الصوره اللي هتطلع ابعد من المركز وهتطلع، يبقى كل ما الجسم يقرب الصوره عماله تبعد. خلاص؟ في الاول لما كان واقف قبل المركز الصوره طلعت امتى؟ بين البؤره والمركز. قرب عند المركز الصوره بعدت بقت عند المركز. قرب اكتر عند البؤره الصوره بعدت بقت هي بعد المركز، وهكذا.
طيب الصوره يا مستر هتطلع ايه؟ احنا في الاول خالص كانت مصغره جدا، لما قربنا شويه بقت مصغره، لما قربنا اكتر بقت مساويه، لما قربنا اكتر هتبقى مكبره، يبقى حقيقيه مكبره مقلوبه. حلو، نكمل. طب قربنا قوي، بقى على مسافه تساوي البعد البؤري، بقى واقف على البؤره. لما بقى واقف على البؤره يا مستر ايه اللي حصل؟ قال لي الاشعه طلعت متوازيه، قال لي فيما لا نهايه. ايه اللي حصل؟ قال لي يا مستر لا تتكون صوره. ليه؟ قال لي ان الاشعه تنعكس متوازيه، هتفضل ماشيه متوازيه ومش هيتلاقوا ابدا. يبقى امتى ما يتكونش صوره؟ لما الجسم يبقى عند البؤره، الصوره ما تتكونش. ليه؟ لان الاشعه هتبقى متوازيه. اهو هيطلع ده كده، هينعكس مره بالبؤره. طيب هيطلع ده ازاي يا مستر؟ ده المفروض يمر بالبؤره، هعرف اعملها؟ لا، لان هو واقف عند البؤره اصلا. فالشعاع اللي هيطلع منه هيطلع كده، اللي هو مر بالمركز، فهينعكس على نفسه. هينعكس على نفسه، هيزود الثقوب بصفر وزاويه الانعكاس بصفر. هيفضلوا الاثنين ماشيين متوازيين كده اهو، لا يمكن يتقابلوا، فمش هتتكون صوره. يبقى لو على البعد البؤري او عند البؤره مش هيتكون صوره. ليه؟ لان الاشعه تنعكس متوازيه. الاشعه تنعكس ايه؟ متوازيه الى ما لا نهايه ولا تتلاقى. طب لو الجسم قرب اكتر من البؤره، بقى اكبر، يعني هو كان واقف عند البؤره قرب اكتر. لما الجسم قرب اكتر، الصوره اللي طلعت هنا يا مستر كانت صوره خلف المرايه، ودي كانت صوره تقديريه احنا اللي عملناها من تلاقي الاشعه، لان الاشعه برضه هتنعكس متوازيه، بس هنا احنا قدرنا نخليهم يتقابلوا من الامتدادات. هنا لا يمكن حتى يتقابلوا، عملت الامتدادات لا يمكن يتقابلوا. فهنا اتقابلوا من الامتداد وعملوا صوره تقديريه، وساعتها هتبقى معتدله لانها خلف المرآه، هتبقى معتدله. دايما الصوره اللي بتبقى خلف المرآه بتبقى معتدله، الحقيقيه بتبقى مقلوبه. طيب ومكبره، يبقى الحالات واحده واحده. لو الجسم بعيد قوي الصوره هتبقى حقيقيه ومصغره جدا. ليه؟ لان الجسم بعيد قوي. طيب قربنا شويه، قربنا شويه قبل المركز، الصوره اللي هتتكون هتبقى ما بين البؤره والمركز، وهتكون حقيقيه مصغره مقلوبه. الاولى كانت مصغره جدا. طب حلو، قربنا اكتر وبقى عند المركز، هتبقى حقيقيه مقلوبه مساويه للجسم. خلاص حلو. والصوره هتبقى عند المركز برضه، يبقى هو لو واقف عند المركز صورته هتبقى عند المركز. طيب بعد كده قال لي يا مستر لو الجسم قرب اكتر بقى بين البؤره والمركز، الصوره تطلع بره المركز، تبقى قبل المركز. الصوره يا مستر هتبقى حقيقيه مكبره مقلوبه. طب لو قرب عند البؤره الصوره تطلع، ما تطلعش الصوره اصلا. ليه؟ لان الاشعه المنعكسه هتكون مش متوازيه، هتكون قصدي متوازيه. طب لو قرب اكتر من البؤره هنبتدي نعمل له احنا صوره تقديريه بامتدادات الاشعه لما تتلاقى، وهتبقى صوره معتدله ومكبره وتقديريه، وهتبقى كمان خلف المرايه. الصوره هتتكون خلف المرايه. طيب وضع جسم طوله 10 سم امام مرآة مقعره، نصف قطر تقورها 36. يبقى نصف القطر قد ايه؟ 36. وهو وضع على بعد 10، يعني اقل من نصف القطر. طيب عايزين نعرف هو على البؤره ولا بين المركز والبؤره. طب ما تيجي نقسم كده ال 36 دي، ال 36 دي هتعمل لنا كام؟ 18. صح كده؟ طيب فتكونت له صوره تقديريه طولها 30 سم. ما المسافه بين موضع الجسم والمرآة؟ الصوره المتكونه مالها يا مستر؟ قال لي تقديريه. انا ما عنديش غير حاله واحده بس للتقديريه، امتى؟ لما يكون اقل من البؤره. هو فعلا البؤره هنا لو قسمنا 36 على الاثنين عشان اجيب البؤره او البعد البؤري قد ايه، هلاقيه هو على مسافه اصغر من البؤره اللي هي دي، الحاله دي. وهو قال ان هو اتكون له صوره تقديريه، وانا ما بيتكونش صوره تقديريه في المرآة المقعره غير انهي حاله؟ اخر حاله. طيب المسافه يا مستر هتبقى فين؟ قال لي هتبقى خلف المرآة. الجسم موضوع على بعد اقل من البعد البؤري، البعد البؤري 18، وهو موضوع على بعد 10، وعليه فان الجسم موضوع على بعد اقل من البعد البؤري
وهتبقى البتاع دي هتبقى اقل من البعد البؤري اللي هي 12 سم. تاني، يبقى الجسم ده كان طوله 10، وقف قدام مرايه مقعره نصف قطرها 36. اول ما اسمع نصف قطرها اجيب البعد البؤري. ادي مرايه يا مستر مقعره، خلاص يا مسهل، وادي مثلا المركز. قال ان من هنا لهنا 36 سم. حلو، نقسم عشان نعرف البؤره هتتحط فين. نحط مثلا البؤره على بعد 18. خلاص، هو بيقول لي الجسم طوله كام؟ 10. حلو، طلع طوله كام؟ 30. ده طلعت الصوره مكبره. ايه ده؟ الصوره بتطلع مكبره في كام حاله؟ قال لي والله الصوره بتطلع مكبره يا اما الجسم ما بين المركز والبؤره، يا اما الجسم على بعد اقل من البعد البؤري. طيب تعالى هنا، هو بيقول الصوره في تكونت له صوره تقديريه و30 سم يعني مكبره. تقديريه في حاله واحده بس. امتى؟ قال لما الجسم يبقى واقف هنا اللي هو اقل من 18. فين هنا في الاختيارات اقل من 18؟ ال 12، عشان كده اخترنا 12. اهو الاشعه هتسقط كده، حلو زي دي اهي، هتنعكس مره بالبؤره وواحد تاني يروح ساقط كده، فهينعكس على نفسه لانه مره بالمركز. هنعمل من امتداداتهم هتطلع هنا، وهتطلع صوره ايه؟ مكبره 30 سم تقديريه. خلاص؟ تمام. ازاي اعمل او اعين نصف قطر التكور للمرآة المقعره؟ هنجيب مرآة مقعره وشريط وحامل للمرآة، حاجه تشيل المرآة. هنثبت المرآة في الحامل، وبعد كده هنحطها امام صندوق بمصدر ضوئي. هنحرك المرايه كل شويه، نقرب ونبعد نقرب ونبعد حتى تتكون صوره واضحه للثقب بجواره ومساويه له. مش احنا لو الجسم واقف عند المركز الصوره بتبقى مقلوبه مساويه للجسم وحقيقيه. اول ما الاقي الصوره مساويه للمصدر الضوئي ده يبقى انا كده عند المركز. اقيس المسافه، عرفت المركز اهو. يبقى انا عرفت نصف قطر تقور المرآة كام، ومنها اعرف البعد البؤري كام. طيب يا مستر، نيجي بقى نعرف المرآة المقعرة بتستخدم في ايه؟ والله المرآة المقعرة بتستخدم في المصابيح الأمامية للسيارات. العربيات المصابيح اللي قدامها بنحط عليها مراية مقعرة. ليه؟ عشان تجمع لي الضوء. تعكس الضوء وتجمعه في منطقة واحدة، يبقى الضوء شديد لو أنا نورت ماشي في طريق ضلمة. طيب التلسكوبات كمان بنحط فيها مراية مقعرة. كشف الأسنان الطبيب بيستخدمها عشان يعمل صورة مكبرة للسنان. بيعمل صورة مكبرة في أنهي وقت؟ لما يكون الجسم ما بين جدع المركز والبؤرة، أو لما يكون الجسم على بعد أقل من البعد البؤري. طيب تكبير الوجه أثناء الحلاقة أو أثناء الاعتناء بيه. تمام؟ دي برضه مراية مقعرة. الأفران الشمسية، لو أنا عايز أطبخ على الشمس، الفرن الشمسي لازم تبقى مراية مقعرة عشان تجمع الضوء. الكشاف بتاع الجيب ده بيستخدم برضه لتجميع الضوء والعكسه، عكس الضوء. الكشافات الموجوده بممر الطائرات عشان ترشد الطائرات للطريق اللي هم يمشوا عليه، تبقى مقعره وبتجمع الضوء. الفنارات البحريه، الفنار اللي بقى موجود او المنارات دي بتبقى الارشاد السفلي. كل ده احنا اتفقنا على المرايه الايه؟ المقعره. طب المرايه المحدبه، المقعره كان بتعمل بؤره حقيقيه، فكنا نقدر نجيب منها كذا مكان وكذا مكان للجسم. طب المحدبه، قال المحدبه دائما الصوره بتكون تقديريه لان اصلا هي بتفرق، فالصوره اللي بتطلع اصلا بتطلع بسببنا احنا لان احنا بنعمل امتدادات للاشعه. بتكون معتدله ومصغره. يبقى دايما الصوره بتكون معتدله مصغره وتقديريه. يبقى يا شباب زي ما قلنا المرايه المحدبه بتكون تقديريه معتدله مصغره، الصوره بتاعتها دايما بتكون كده. طب ليه؟ ليه تقديريه؟ لان يا مستر الصوره بتاعتها اساسا ما بتتكونش لان البؤره بتاعتها بتبقى بؤره تقديريه. طب يلا بينا بص كده اهو، ادي الجسم هيبعت الشعاع هيحصل له ايه؟ هينعكس بعيدا، وبعد كده يبعت حاجه مره بالمركز فينعكس على نفسه. طيب الشعاع يا مستر هيتكون امتى؟ هنا اهو. يبقى الصوره هتتكون هنا، وهتبقى الصوره في اي حته حطيت الجسم في اي داهيه الصوره هتطلع معتدله وهتطلع مكبره
مصغره وتقديريه دايما، وهتطلع خلف المرآة، يبقى هتطلع تقديريه معتدله مصغره. المرايه المحدبه بتستخدم في ايه؟ قال لي والله المرايه المحدبه بتبقى على يمين وشمال السائق. العربيات دايما هتلاقي في مرايه هنا ومرايه هنا، المرايه دي اسمها مرايه محدبه. طب ليه ما بنحطش مرايه مقعره؟ قال المرايه المحدبه بتفرق الضوء، بتخليني اشوف مساحه اكبر، عايز اشوف حوالين العربيه من هنا عشان اقدر اقدر المسافه. المقعره هتخلي يا مستر انا اشوف الجزء اللي جنبي ده بس. مش انت بتسمع عن النقطه العاميه مثلا عربيات النص نقل والعربيات في حتت السواق ما بيقدرش يشوفك منها. المرايات دي بتحاول توضح معظم الطريق اللي ورا عشان يعرف هو معدي، وعشان يقدر يقدر المسافه صح. المرايه المقعره لو اتحطت هشوف جزء صغير بس اللي جنبي، فهيحصل حوادث كتير. هو كده كده بيحصل حوادث، بس المرايه المحدبه دي بتفرق الضوء فبتخلينا نشوف مساحه اكبر من الطرق. طيب ايه كمان؟ قال لي بتتحط في الزوايا الطرق الضيقه. العربيات اللي عايزه تتحرك في زاويه ضيقه بيتحط لها المرايات المحدبه دي. كمان بتتحط في الجراجات او اماكن انتظار السيارات. ليه؟ وانت بتركن او وانت خارج من الركنه المفروض يعني في الجراشات بدل السايس بتبقى ايه؟ الجراشات دي يا مستر بتبتدي تتحط لك مرايه محدبه عشان تشوف العربيه وانت خارج هتخبط في حد ولا هتعمل حاجه. طيب بتوضع على السكك الحديد او المترو. لو ركبت مترو هتيجي عند مقدمه العربيه بتاعت المترو هتلاقي في مرايه كده كبيره اسمها مرايه محدبه، ودي اللي بتعرفني او بتعرف السواق اللي واقف كل الحاجات اللي ورا دي. طيب ايه كمان؟ قال بتستخدم في مراكز التسوق عشان تعمل امان عاليه. لو رحت الاماكن الكبيره الهايبرات الكبيره لو رحتها هتلاقي ايه؟ هتلاقي مستر بداوا يحطوا الحاجات المرايه المقعره دي لان هي بتكشف الصفوف اللي ما بين المنتجات كلها. فمش محتاج ان انا مثلا او قبل ما يكون عندي كاميرا مثلا ما عنديش كاميرا بنحط المرآة الايه؟ المحدبه دي. طيب ماذا يحدث عند وضع مرآة مستويه على يمين ويسار السائق؟ السائق مش هيقدر يكشف الطريق كله اللي وراه، فتتكون صوره معكوسه كمان، فمش هقدر اعرف المسافه لان الصوره هتبقى معكوسه. طيب وبكده نكون عرفنا الفرق بين المرايه المقعره والفرق بين المرايه المحدبه. تمام؟ طب يلا بينا بقى نعرف الصوره الحقيقيه والصوره التقديريه. ايه الفرق بين الصوره الحقيقيه والصوره التقديريه؟ الحقيقيه يمكن استقبالها على حائل تتكون نتيجه تلاقي الاشعه الضوئيه المنعكسه، بتكون مقلوبه دايما، يبقى الحقيقيه دايما مقلوبه. تتكون في حاله استخدام مرآة مقعره فقط، وتكون يا اما مصغره او مكبره او مساويه تبعا للموضع على حسب الجسم محطوط فيه. بتتكون امام السطح العاكس، يبقى دايما الحقيقيه ممكن استقبالها على حائل دايما بتبقى مقلوبه، وبتتكون نتيجه انعكاس الاشعه الضوئيه. الاشعه الضوئيه مش امتداداتها، لو تكونت نتيجه الامتدادات يبقى صوره تقديريه، نتيجه الاشعه ذات نفسها يبقى صوره حقيقيه. بتتكون باستخدام المرآة المقعرة، ممكن تكون مصغرة مكبرة مساوية. خلاص كده؟ حلو. طيب تتكون امام السطح العاكس للمرآة. طيب يا مستر التقديرية بقى قال لي لا يمكن استقبالها على حائل، بتتكون نتيجة تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة، بتكون معتدلة دائما، يبقى التقديرية على طول معتدلة في المرآة المستوية أو في المرآة المحدبة. تتكون في حالة استخدام المرآة المستوية وتكون مساوية للجسم، والمرآة المقعرة برضو بتكون صورة تقديرية بس في حالة واحدة اللي هي امتى؟ لما يكون الجسم موضوع على بعد أقل من البعد البؤري. والمرآة المحدبة عند وضع الجسم على أي بعد منها وتكون مصغرة، يبقى بتتكون في المرآة المستوية والمقعرة والمحدبة. المستوية بتكون مساوية، المقعرة بتبقى عند وضع الجسم قبل البؤرة وبتكون مكبرة، والمحدبة في أي وضع وبتكون مصغرة وتتكون خلف السطح العاكس. كده نكون يا مستر مسكنا الدرس بتاع المراية وعرفنا إن المراية في منها مستوية وفي منها مراية كرية. طيب عايزين نمسك بقى المسائل عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي، لازم نطبق في ساعتها. اكتب المصطلح العلمي ارتداد أشعة الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما تقابل سطحا عاكسا. لو عايزين الملزمة يا شباب نرفعها لكم درايف على الفيس مثلا، قولوا لي في الكومنتات. ارتداد الأشعة الضوء إلى نفس الوسط السقوط عندما تقابل سطحا عاكسا اسمه انعكاس الضوء.
حلو. طيب خط مستقيم يمثل الحزمة الضوئية الساقطة. الساقطة يبقى الشعاع الضوئي الساقط. الزوايا المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام زاوية السقوط. الزوايا المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام زاوية الانعكاس. زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، ده اسمه قانون الانعكاس الأول. الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس كلها بتقع في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس، وده اسمه قانون الانعكاس الثاني. طيب الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل، ما اقدرش استقبلها على حائل ودائما تكون معتدلة، هي الصورة التقديرية. القطعة الضوئية التي تستخدم للحصول على صورة معكوسة الوضع. صورة معكوسة الوضع يبقى مرآة مستوية. مرآة سطحها العاكس جزء من سطح كرة يبقى مرآة كرية أو كروية. مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي يبقى مقعرة. طيب مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي لكرة جوفاء وتفرق الأشعة يبقى محدبة. مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها وهي مركز تقور المرآة. نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية. نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية هي قطب المرآة. المستقيم المار بمركز التقور والقطب ده الوحيد اللي اسمه محور أصلي. طيب المستقيم المار بمركز تقور المرآة وأي نقطة على سطحها يبقى اسمه محور ثانوي. نقطة تجمع الأشعة المتوازية يبقى اسمه بؤرة. المسافة بين البؤرة والمراية والقطب يبقى ده البعد البؤري. المسافة بين مركز التقور وقطبها يبقى ده نصف قطر التقور. طيب الصورة التي يمكن استقبالها على حائل يبقى دي صورة حقيقية. حلو. مرآة تكون دائما مصغرة للأجسام من المرآة اللي دايما بتصغر الأجسام المحدبة، لأن احنا قلنا دي الوحيدة اللي مهما حطيت الجسم بتصغر. مرآة تستخدم في مراكز التسوق التي تحتاج إلى معدلات أمان عالية، المحدبة برضه عشان تفرق الضوء فشوف في مساحة أكبر. طيب إذا كانت الزوايا المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط، ما دام ساقط يبقى زاوية سقوط، والشعاع الضوئي المنعكس 120، الاثنين 120. حلو؟ يبقى يا مستر تعال نرسمها اهو. ادي شعاع ضوئي ساقط وادي شعاع ضوئي منعكس، هو الزاويه دي كلها بيقول لي ب 120. يبقى دي بكام ودي بكام؟ مش دي بتساوي دي، يبقى نقسمهم مع الاثنين يبقى 60. يبقى دي ب 60 ودي ب 60، 60 و60 120. ماشي. الصوره المتكونه للجسم بواسطه المرآة المستويه بتكون معتدله ومعكوسه الوضع ومساويه للجسم. انواع المرايا الكريه مقعره ومحدبه. المرآة المحدبه يكون سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي. يقع مركز التكور في المرآة المقعره فين؟ امام السطح العاكس، يبقى قدامها مركز التكور. طب في المرآة المحدبه خلف السطح العاكس. حلو. ضعف المسافه بين البؤره والقطب، الضعف ده نصف القطر اللي هو النق. المرآة الكرية لها محور أصلي واحد وعدد لا نهائي من المحاور الثانوية. تمام كده؟ طيب إذا كان البعد البؤري للمرآة المحدبة 8 سم، البعد البؤري كام؟ 8 سم، فإن نصف القطر 16، لأن البعد البؤري 8 يبقى النصف كله 16. الشعاع الضوئي الساقط موازيا للمحور الأصلي، يعني عكس، يبقى الشعاع الساقط أهو، الساقط موازي للمحور الأصلي. ادي المحور الاصلي هو ساقط موازي، يعني عكس مرا، اقول له مرا بالبؤره. الشعاع الضوئي الساقط مرا بمركز التقور
اللي بيمر بقى بمركز التقور بينعكس بزاوية 0 لأنه بينعكس على نفسه. طيب إذا وضع جسم طوله 4 سم على بعد 6 سم من مرآة مقعرة، يبقى الجسم كان طوله 4 سم، اتحط على بعد 6 سم من مرآة مقعرة بعدها البؤري 3. بعدها البؤري 3 يعني المركز جدع 6 اهو. ادي المرآة اهي ماشي، وادي نصف القطر، وادي نقول هنا ايه البؤرة من هنا لهنا 3، يبقى دي كلها بكام؟ ب6. حلو، وادي المركز. قال لي هو الجسم اتحط على بعد 6، يبقى الجسم محطوط على المركز، فإن طول الصورة المتكونة يساوي كام؟ 4. ليه يا مستر؟ لو رجعت الفيديو لورا هتلاقيني بقول لك إن الجسم لو اتحط عند المركز الصورة بتطلع عند المركز وبتكون مساوية مقلوبة حقيقية. عشان قربنا، إذا وضع جسم أمام مرآة مقعرة، الجسم اتحط أمام مرآة مقعرة بين البؤرة ومركز التقور، ما بين البؤرة ومركز التقور تتكون له صورة مصغرة مكبرة حقيقية مقلوبة. وضع جسم أمام مرآة مقعرة على بعد أقل من بعدها البؤري، أقل من بعدها البؤري تتكون له صورة تقديرية ومكبرة ومعتدلة، عشان كده هتبقى تقديرية. من استخدامات المرآة المقعرة في مجال الفضاء التلسكوب. طيب بينما من استخداماتها في مجال الطب المرآة المقعرة بتستخدم في الكشف عن الأسنان. طيب المرآة الكرية التي تصلح في عمل الأفران الشمسية لطهي الطعام هي مرآة مقعرة طبعا، لأن أنا هبقى محتاج أجمع أشعة الضوء دي كلها في حتة واحدة. طيب الصورة المتكونة لجسم بواسطة مرآة نقط تكون دائما مصغرة، يبقى مرآة محدبة. ما دام قال لي دائما يبقى محدبة، مصغرة ومعتدلة وتقديرية. توضع مرآة نقط في المصابيح الأمامية للسيارة مقعرة طبعا عشان تجمع الضوء وعشان تعكسه، بينما توضع مرآة ايه في أماكن الانتظار محدبة عشان توريني أكبر قدر عشان ما اخبطش. حلو. توضع نقط على أرصفة السكك الحديدية مرآة محدبة. حلو. توضع مرآة نقط في زوايا الطرق الضيقة برضه محدبة عشان تفرق الضوء واشوف أكبر مساحة. إذا سقط شعاع ضوئي عمودي على سطح عاكس فإن زاوية الانعكاس عمودين على طول تساوي 0. عمودين اهو، سقط كده ينعكس على نفسه، يعني هو سقط كده ينعكس كده. إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية كما بالشكل فإن قيمة الزاوية س. 35 ناقص 90 هيدينا 55. 55 و55 يبقى 110. إن هو عايز الزاوية كلها. صورة الجسم المتكونة خلف المرآة تكون دائما تقديرية معتدلة ومساوية للجسم اهي على طول. هي مش هتكون حقيقية دايما في المرآة المستوى، الحقيقية دي نستبعدهم خالص. طب نحل ازاي؟ قال لي هنشوف تقديرية معتدلة مكبرة. هل انا صورتي في المراية بتبقى مكبرة؟ لا، تبقى قدي، يبقى خلاص يبقى مش دي، يبقى هي دي. شخص يمسك قلم في يده اليسرى امام مرآة مستوى، انا ماسك قلم في ايدي الشمال امام مرآة مستوى، انت هتشوفني ماسك القلم في ايدي ايه؟ اليمين. فتظهر له صورة القلم جهة اليمين لأنها فين؟ جهة اليمين لأنها معكوسة. أبعاد صورة الجسم المتكونة في المرآة المستوية دائما تساوي أبعاد الجسم الحقيقي. وضع جسم أمام مرآة مستوى على بعد 20 سم، فتكون المسافة بينه وبين صورته في المراية. أنا واقف على بعد 20، صورتي هتطلع على بعد جدع 20، بيني وبين الصورة 40. إذا كان البعد البؤري للمرآة المقعرة 5، البعد البؤري 5، فإن القطر كله، خلي بالك عشان نصف القطر هنا 10، القطر كله هيبقى 20 سم. مش نصف القطر بيساوي ضعف البعد البؤري؟ حلو. نصف القطر هنا البعد البؤري 5، ضعف الخمسة 10. هو عايز مين؟ القطر، مش عايز النصف. القطر هيبقى كله ب20، النصف هيبقى ب10. المسافة بين مركز تقور المرآة وبؤرتها بيساوي ايه؟ هل هو نصف قطر التقور؟ لا، نصف قطر التقور المسافة بين مركز التقور والقطب. طيب هيبقى ربع قطر التقور؟ لا برضه. هيبقى قطر التقور؟ برضه لا.
هيبقى نصف البعد البؤري. القطعة الضوئية التي استخدمها أرشميدس لحرك أشعة السفن هي المرآة المقعرة. إذا سقط شعاع ضوئي كما بالشكل المقابل أهو، سقط بالمركز هيعود على نفسه أو ينعكس على نفسه. إذا وضع جسم على بعد 70 سم من مرآة مقعرة بعدها البؤري 40، تتكون له صورة على بعد. يلا بينا نرسم. آدي المرآة أهي، هو قال لي مرآة مقعرة، قال لي والله إن ده هنقول إن ده القطب، حلو، وهنعمل، قال لي إن بعد البؤري كام؟ 40. ادي للبؤره ده 40 سم. حلو. وضع الجسم على بعد 70. طب 40 يا مستر يعني المركز هيبقى 80 صح؟ عشان نصف القطر هو ضعف النقطه دي. حلو. ده 40 هيبقى ده كله 80. هو اتوضع على بعد ايه؟ 70. يعني نقول هنا مثلا تتكون له صوره على بعد كام سنتي من القطب؟ لو هنا يا مستر هتتكون له الصوره ايه؟ ورا المركز، هتبقى اكبر من 80. هتبقى ورا المركز لو بصينا على الحالات. اذا وضعت شمعه مضيئه على بعد 25 سم امام مرآه مقعره تكونت لها صوره معتدله، فان البعد البؤري للمرآه اقل من 25 ولا اعلى. معتدله يعني تقديريه، تقديريه يعني على بعد اقل من البعد البؤري. 25 ده هيبقى البعد البؤري اكبر من 25 لان هو بقى بعد البعد البؤري. صورة الشمعة تتكون خلف المرآة، ما دام معتدلة ومقعرة يبقى خلف المرآة. طيب حجم الصورة يكون أكبر من حجم الشمعة، ليه؟ لأنها قريبة أوي. إذا علمت أن البعد البؤري لمرآة مقعرة يساوي 10، البعد البؤري 10، فإن البعد عن المرآة الذي يوضع فيها جسم لتكوين صورة تقديرية له يساوي، عايز أكون صورة تقديرية للجسم هيبقى أقل من البعد البؤري اللي هو 5. إذا وضع جسم طوله 2.5 سم على بعد 10 سم، يبقى وضع جسم طوله 2.5 سم على بعد 10 سم من مرآة مقعرة نصف قطر تقورها 30، تتكون له صورة. واحدة واحدة في الأسئلة دي. نعمل إيه؟ أول حاجة نرسم المراية اهي. بيقول لي الجسم طوله 2.5 وضع على بعد 10، نصف القطر 30. نعمل نصف القطر الأول، نقول إن إيه؟ ده المركز وده القطب، ده كله ب 30. البعد البؤري هيبقى، واللي هنا البي اهو هيبقى ب 15 صح كده؟ حلو جميل. هو بيقول اتحط على بعد 10 يعني هنا اقل من البعد البؤري. حلو. طول الجسم 2.5. الصوره اللي هتطلع خلف المرايه. ليه؟ اهو بعد كده اهو هيعمل ايه؟ هيطلع كده كده اهو حلو. هنعمل، هيطلع لنا ايه اهو؟ هيبقى الصورة يا مستر مكبرة أكبر من 2.5 ومعتدلة وتقديرية. يبقى تقديرية طولها 7.5 ودي الوحيدة اللي طولها أكبر من 2.5. طب ليه مش حقيقية؟ لأنها تتكون خلف المرآة. جدع. وضع جسم أمام مرآة مقعرة على بعد معين من قطبها. لوحظ عدم تكون صورة له. الحائل يرجع سبب إلا أن هذا الجسم موضوع على بعيد جدا عن المرآة. لا، لو بعيد جدا هتعمل له صورة مصغرة. طب امتى ما يتكونلوش صورة؟ لما يبقى على على قد البعد البؤري. يبقى وضع جسم امام مرآة مقعرة على بعد معين من قطبها، فلوحظ عدم تكون صورة لهذا الجسم على الحائل. يرجع سبب ذلك إلى أن هذا الجسم عدم تكون له، يبقى صورة تقديرية، يبقى موضوع على بعد أقل من البعد البؤري. يستعين أطباء الأسنان بمرآة مقعرة عشان لو عايز يكبر السنان، يعني عايز يبص على الأسنان يجمع الضوء على السنان. طيب من خواص الصورة المتكونة في المرآة المحدبة أنها هي معتدلة وتقع خلف المرآة، يبقى ألف وجيم معا. عند وضع جسم عند بؤرة بمرآة محدبة، حطيته عند البؤرة، تتكون له صورة حقيقية حقيقية. لا توجد إجابة صحيحة. ليه يا مستر؟ قال لي لأن المحدبة دايما الصورة بتبقى تقديرية، فهنا كله حقيقي، يبقى غلط. إذا وضع جسم طوله 8 سم على بعد 10 سم من مرآة محدبة، بعدها البؤري 5. بص، مرآة محدبة ما حسبش حاجة.
فإن طول الصورة المتكونة هو طوله 8 هيبقى الأقل من 8، لأن دايما الصورة بتاعت المحدبة بتبقى مصغرة، تقديرية ومصغرة. تستخدم المراية الكرية في صناعة الفنارات البحرية. يمكن الحصول على صورة تقديرية معتدلة مساوية للجسم، تقديرية ومعتدلة ومساوية، بواسطة المرآة المستوية. وقف شخص على بعد 30 سم من مرآة، تكونت له صورة حقيقية طولها يساوي خمس طول الشخص. مع نوع المرآة المستخدمة، طولها كان أقل يبقى مرآة مقعرة، دام حقيقية يبقى مقعرة على طول. الصورة الحقيقية دائما مقلوبة، والتقديرية معتدلة. أي مما يلي يعبر عن المرآة التي يمكن تكون صورة تقديرية. المرآة المستوية بتكون صورة تقديرية، والمحدبة كمان، والمقعرة في حالة واحدة لما يكون أقل من البعد البؤري. زاوية سقوط شعاع ضوئي وزاوية انعكاسه، العلاقة الرياضية إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس اللي هو قانون الانعكاس الأول. بعد الجسم عن المرآة المستوية وبعد صورته عن المرآة. بعد الجسم عن المرآة المستوية وبعد صورته عن المرآة، إن بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عن المرآة. نصف قطر التكور البعد البؤري، نصف القطر بيساوي ضعف البعد البؤري. صوب. عندما تقابل الأشعة الضوئية سطحا عاكسا فإنها تنعكس. الشكل المقابل يمثل شعاع ضوئي سقط على مرآة مصقولة، بس سقط إيه؟ جدع عمودي، يبقى زاوية السقوط صفر لأنه سقط عمودي. إذا كانت زاوية سقوط شعاع ضوئي 20، زاوية السقوط كام؟ 20، فإن الزوايا المحصورة بين الشعاعين الساقط والمنعكس، مش زاوية السقوط بتساوي 20، يبقى الانعكاس بتساوي 20، الزاوية كلها 40. المسافة بين الجسم والصورة في المرآة المستوية تساوي المسافة بين الجسم والمرآة. المسافة بين الجسم وصورته في المرآة المستوية، بين الجسم وصورته، هل هتبقى نص المسافة بين الجسم والمرآة؟ الجسم والمرآة بس هتبقى نص المسافة؟ لا. طيب، تعمل المرآة المستوية على تجميع الأشعة الضوئية؟ لا، المرآة المقعرة. نصف القطر بيساوي ضعف البعد البؤري. المرآة المقعرة التي نصف قطرها تقورها 16 بعدها البؤري 8، لأن نصف القطر كله 16 يبقى البعد البؤري 8. الشعاع الضوئي الساقط مرا بالبؤرة ينعكس موازيا للمحور الأصلي. طيب، نخش يا مستر بعد كده على الأسئلة أو علل. إذا نظرت في المرآة ترى وجهك بسبب انعكاس الضوء. الشعاع الضوئي الساقط عموديا على مرآة مستوية يرتد على نفسه. ليه الشعاع الضوئي الساقط بيرتد على نفسه؟ لأن زاوية السقوط بتساوي صفر، فبالتالي زاوية الانعكاس بتساوي صفر. الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية تكون تقديرية. ليه الصورة المتكونة دايما بتكون تقديرية؟ لأنها تتكون خلف المرآة ولا يمكن استقبالها على حائل. تكتب كلمة إسعاف معكوسة حتى يراها قائد السيارات معدولة. لا يستطيع كثير من الناس الكتابة بطريقة صحيحة وهم ينظرون إلى الصفحة من خلال المرآة، لأن خواص المرآة أو خواص الصورة بتاعتها بتكون معكوسة الوضع. تعرف المرآة المقعرة بالمرآة اللامة لأنها تجمع الأشعة الضوئية. تعرف المرآة المحدبة بالمرآة المفرقة لأنها تفرق الأشعة الضوئية. للمرآة الكرية محور أصلي واحد. المرآة الكرية ليها محور أصلي واحد ليه؟ لأن عندها مركز واحد وقطب واحد. يمكن معرفة البعد البؤري للمرآة الكرية بمعلومية نصف قطر تقورها. إزاي؟ قال لأن النصف القطر بيساوي ضعف البعد البؤري. ليه بنستخدم المرآة مقعرة لتوليد الحرارة؟ لأنها تجمع أشعة الشمس أو بتجمع الضوء. الشعاع الساقط على مرآة كرية مرة بمركز تقورها ينعكس على نفسه. ليه؟ لأن زاوية السقوط بتساوي صفر وزاوية الانعكاس بتساوي صفر. لا تتكون صورة لجسم موضوع على بعد يساوي البعد البؤري. ليه لما أحط الجسم على البؤرة ما يتكونلوش صورة؟ أقول له ليه؟ لأن الأشعة المنعكسة تكون متوازية. الصورة المتكونة بواسطة المرآة المحدبة لا يمكن استقبالها على حائل لأنها صورة تقديرية تتكون خلف المرآة، تتكون من امتدادات الأشعة. توضع مرآة محدبة على يمين ويسار السائق. ليه مرآة محدبة على اليمين والشمال؟ ليه كده؟ أقول والله عشان تكشف له الطريق، لكشف الطريق كاملا. توضع مرآة محدبة على أرصفة السكك الحديدية، برضو ليه؟ عشان تكشف الطريق برضو كله أو تكشف الرصيف كله. الصورة الحقيقية يمكن استقبالها على حائل
على عكس الصوره التقديريه، لان الصوره الحقيقيه تتكون من الاشعه المنعكسه، والتقديريه امتدادات الاشعه. ما المقصود؟ ده سهل. ما معنى قولنا ان ما النتائج؟ ماشي، ما النتائج؟ سقوط شعاع ضوئي عموديا على سطح مرآة مستوي. عموديا يبقى زاويه السقوط ينعكس على نفسه، لان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. سقوط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستويه بزاويه 60. شعاع ضوئي سقط على سطح مرآة مستويه بزاويه 60، يحصل له ايه؟ ينعكس وبيتعمل له صوره معتدله مساويه للجسم معكوسه الوضع. اقترب جسم موضوع امام مرآة مستوى من سطحها بالنسبه لبعد صورته عن المرآة. بعد الصوره لما انا اقرب الصوره تقرب هي كمان، الطول بالمسافه بتاعتها تقل. سقوط شعاع ضوئي على سطح مرآة مقعر، لو مر ببؤرتها ينعكس موازي، لو موازي ينعكس مرا بالبؤره، لو مر بالمركز ينعكس على نفسه. وضع جسم امام مرآة مقعره على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، يعني وقف عند المركز، يحصل ايه؟ يطلع صوره مساويه للجسم، خلاص، تكون مقلوبه وحقيقيه. وضع جسم طوله 20 سم على بعد 30 سم من مرآة مقعره بعدها البؤري 15 بعدها البؤري، يعني المركز 30 وهو اتحط على 30، الصوره اللي هتطلع تبقى 20 سم وهتبقى مقلوبه وهتبقى حقيقيه. وضع جسم امام مرآة مقعره بين بؤرتها الاصليه ومركز تقورها. الجسم اتحط بين البؤره الاصليه ومركز التقور، تتكون له صوره خلف مركز التقور وهتكون مكبره اسمه ايه ده؟ مقلوبه وحقيقيه. وضع جسم امام مرآة مقعره على بعد اقل من البعد البؤري مع التوضيح بالرسم. مرآة مقعره وادي المحور الاصلي، هو اتحط على بعد اقل، يحصل له ايه؟ قال لي اهو ينعكس مرا بالبؤره، واهو ينعكس كده. هنعمل امتداد احنا عشان يتلاقى عند نقطه وهتطلع الصوره بتاعته. وضع جسم امام مرآة محدبه، على طول هو كده كده دايما معتدله مصغره وتقديريه. وضع جسم او وضع مرآة مستوى على يمين ويسار السائق، تزيد الحوادث لان المرآة المستوى تكون معكوسه الوضع. وضح بالرسم، ده اهم سؤال عندي. مسار شعاع ضوئي ساقط عموديا اهو، كده ماشي. عموديا يبقى ينعكس على نفسه اهو، سقط، اقول له ايه؟ ينعكس على نفسه. مسار شعاع ضوئي ساقط على مرآة مقعره مرا بالبؤره. شعاع ضوئي ساقط مرا بالبؤره، ادي المرآة المقعره. طبعا انت هترسم مرآة مقعره بمقاساتك انت. هو بيقول لي اهو الشعاع مرا بالبؤره، يحصل له ايه؟ ينعكس موازي للمحور الاصلي. مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع أمام مرآة مقعرة على بعد أكبر من نصف قطر تكوره، يبقى هو اتحط على بعد أكبر من نصف القطر مع ذكر موضع وخواص الصورة. آدي المرآة المقعرة أهو، هنقول إن ده المركز، هو اتحط على بعد أكبر من المركز. هيتكون له أهو صورة مقلوبة ومصغرة وحقيقية. كيفية تكون صورة حقيقية مقلوبة مساوية بواسطة مرآة مقعرة. أحطها فين؟ أحط الجسم عند المركز. مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع أمام مرآة مقعرة على مسافة تساوي ضعف البعد البؤري. يبقى إيه المسار الأشعة اللي أحطها عند مرآة مقعرة على مسافة تساوي ضعف البعد البؤري، يعني مسافة مركز، هتبقى مساوية مقلوبة حقيقية. كيفية الحصول على صورة حقيقية مقلوبة مكبرة باستخدام مرآة مقعرة. لما احط الجسم ما بين المركز والبؤرة هتطلع لي صورة مكبرة وحقيقية ومقلوبة. مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع أمام مرآة مقعرة بين البؤرة ومركز التقور مع ذكر خواص الصورة المتكونة. وهكذا نكون يا شباب الحمد لله خلصنا الدرس الأول، حلينا عليه كتير. عايزك تقعد مع نفسك تحل وضح بالرسم ده. هترسم انت المرآة المقعرة برسمك انت، حط انت البعد البؤري براحتك، حط المركز التقور براحتك. اهم حاجة تطلع الصورة او خواص الصورة المتكونة. اهم حاجة في الدرس ده وضح بالرسم عشان ممكن تيجي في الامتحان. هي جت السنة اللي فاتت، بس انا عايزك تشد شوية تراجع
ولو عايز الملزمه اكتب لي في الكومنت وانا هحاول احطها لك درايف على الفيسبوك. وسلام عليكم.